النهاردة هنشرح ازاي تلعب جنجل بالطريقة الصح وازاي تبتدي الجيم لأن هي أهم حاجة البداية. لأن البداية هي اللي بتحدد أنهي جنجل اللي هيكون أفضل، الجنجل اللي هو أنت ولا اللي ضدك. خلينا نبتدي من البداية خالص. أول حاجة المفروض إن أنت تحط وورد هنا. يعني إذا ما كانش الميد هيحط، أنت بتحط وورد هنا. يعني أول ما بتبدأ الجيم بتسحب تحط وورد هنا، تمام. بعد ما تحط الوورد هنا أنت كده هتعرف الجنجل بدأ فين، وهترجع تفارم عادي. نفترض إن أنت شايف ده المفروض انت بتبتدي ريد، فانت طبيعي ان انت تخلص الريد. بعد كده بتيجي على هنا، تمام. وبعد كده هتروح على الرابترز. بعد ما تخلص الرابترز بتبقى ليفل 3. وانت بتجيب الرابترز هتعرف اذا كان الجنجل برضه هيجي هنا ولا لا. لو ما جاش هنا يبقى هو بدأ بلو. اما لو جه هنا يبقى، وهتشوف بقى معاه ريد او لا لان انت حطيت ورد، هتعرف اذا كان معاه ريد او لا. دي حاجة مهمة وهتفيدك قوي ان الجنجل بدأ فين عشان تكمل الجيم وانت مرتاح. لان لو هو بدأ هنا بعد ما يخلص هنا الطبيعي ان هو يتحرك على البلو سايد يكمل فرم، تمام. فهو لو راح يكمل فرم هنا ومشي ناحية الفارم بتاعه، انت ممكن تجنج ميد. ودي الحالة الوحيدة اللي انت تقدر تجنج فيها الميد لين في ليفل 3. ليه؟ انا دلوقتي شفت الجنجل خلص اتحرك على هنا، فانا لما اروح اجنج هنا والجنجل اصلا ده خلص فارم وجه هنا، فانا بعد ما اخلص الجنج ده هقدر اروح على البلو سايد بتاعي. لكن لو انت ما تعرفش الجنجل بدأ فين، ممكن انت تخلص الجنج ده هو مثلا يكون بدأ بلو اصلا وما بدأش ريد وهو موجود هنا، بدل ما كان يبقى موجود عكس المكان ده. فانت بعد ما تخلص الجنج هنا وتيجي تنزل هيكون هو مستنيك، يا اما خد الفارم بتاعك، يا اما هيعرف ان انت اتحركت على البلو هيجيلك فهيهينك. لكن لو هو بقى راح على هنا خلاص المسافة بالنسبة له هيكون هو خلاص بدأ فارم هنا، مستحيل يجيلك مد لأنه هيضيع وقت أكتر وهيسيب الفارم. ففي الحالة دي الحالة الوحيدة اللي تقدر تجنج فيها ميد ليفل 3. ولا بس لازم يكون الشامبيون بتاعك شامبيون زي جارفان، ليسن، شاكو، الشامبيونات اللي هي بتجنج بسهولة في الايرلي جيم اللي هو ليفل 3 انت تقدر تستنى اللي قدامك وتوصل له بسهولة ومعاك داش زي جارفان مثلا. فهتقدر تجنج ليفل 3. ده الحالة الوحيدة اللي تقدر تجنج ميد فيها في ليفل 3. غير كده هتبوظ الجيم لو عملت جنج ليفل 3 وانت متعرفش الجنجل فين، تمام. الحالة التانية ان انت بقى لو هتكمل فارمك طبيعي، ده لو مش هينفع تجنج او شايف الميد مفهوش جنج، انت هتكمل فارمك، هتيجي تخلص فارمك هتيجي هنا. بعد كده تنزل على الفروج وتنزل من هنا على البلو. بعد البلو تنزل على السكاتر. السكاتر بتنزل الدقيقة 2:55. انت قبل ما تخلص الكليف لو عملت كليف بالطريقة الصح هتكون في وقت السكاتر، قبلها بثواني بعدها بثواني، بس المفروض ان انت تخلص مع السكاتر بالظبط، ده احسن وقت. تاخد السكاتل تبقى ليفل 4 هنا بقى. بعد ما بتخلص الفول كلير اللي هو ليفل 4 وخدت السكاتل بيكون معاك وقت حوالي 30 ثانية أو أكتر أو أقل، يعني حوالي 30 ثانية بالظبط. 30 ثانية في دول يكون الجنجل بتاعك بدأ يطلع تاني اللي هو إيه، الحجارة والرابترز. لأن الريد والبلو، ودي حاجة مهمة عايز أشرحها، إن الريد والبلو بينزلوا كل 5 دقايق. أما باقي الجنجل اللي هم الصغيرين اللي هو كل الجنجل بقى بينزلوا كل دقيقتين وربع. فانت بعد كده لو لقيت الكليف بتاعك كله موجود تبدأ تفارم الصغيرين الاول، بعد كده تاخد الريد والبلو. يعني انا مثلا جيت هنا ولقيت الكليف كله موجود، هروح جاي واخد ايه، اخد الرابتوس، بعد كده هاخد الحجارة، بعد كده هرجع الريد عشان دول يطلعوا لي تاني اقدر اخد فورم بسرعة. والريد كده كده بيطلع بعد 5 دقايق، فمش يعني مش محتاجه قوي غير لما تخلص الكليف بتاعك. ونفس النظام هنا تاخد الفيز والجرومب وبعد كده تنزل على البلو. نرجع بقى لل30 ثانية اللي هم كانوا معاك بعد ما انت خلصت هنا الكليف بتاعك. ولو بدأت انت بلو اصلا هتخلص الكليف بتاعك برضه هنا عكسها، وهيبقى معاك نفس ال30 ثانية عبال ما ال... الكليف بتاعك يطلع تاني. 30 ثانية دول بقى انت يا اما هتشوف البوت لين يا اما الميد، ولو انت هنا هتشوف التوب يا اما الميد، هتشوف انهي لين اللي انت سهل تجنجها وتبدأ تجنجها. حاول تركز اكتر على الشامبيونات اللي هي ايه، تبقى سهلة ان انت توصل معاها. يعني مثلا حد زي رايز ليت تشامبيون مش هيفيدك أوي في الايرلي وما معهوش الدمج اللي هو في الايرلي جيم، فانا مش هعمل له جنك. معاك حد زي نايتلوس دوت لو عمل هوكاي او اوتو اتاك هيستن، فانا هنزل له وافضل ابنجله واعرفه ان انا جاي. لان انت لو هو بس عمل كيو خلاص اللي قدامك مات، هو كيو منه مع الاي كيو منك خلاص مات، ايا كان مين الشاب اللي انت بتلعب بيه لو نايتلوس عمل لك ستان هيبقى سهل التارجت. مالفايت مش هعمل له جنج غير لما يجيب ليفل 6، لان مالفايت في ليفل قبل ليفل 6 مش معاه حاجه يوصل بيها للانمي وهيبقى صعب الحركه بالنسبه له.
فحاول تركز الجنج انت بتعمله لمين والايه، وهيفيد ولا لا، وهتضيع وقت ولا لا. وحاول ما تضيعش وقت خالص وانت جنجل، والقرار تاخده مره واحده. يعني انت زي ما بقول لك معاك 30 ثانيه قدامك، 5 ثواني بالظبط تقرر فيهم هتجنج مين. لو مش هتجنج حد يبقى تعمل ريكول وخلاص، وتحط ورد عند الانمي قبل ما تعمل ريكول، بحيث انت تعرف تحركات الجنجل، وتفضل تنبه التيم بتاعك الجنجل فين ومش فين، عشان خاطر يبقوا واخدين بالهم. لو حد عايز يبدأ فايت يبدأ، ولو حد هيبدأ فايت والجنجل جنبه تعرفه عشان ما يبدأش، وهكذا. يعني خلي عينك على الماب، ودي أهم حاجة بالنسبة للجنجل. كل شوية تبص على الماب، كل شوية تبص على الماب وتعرف الجنجل فين. وزي ما انت بتتحرك، لو انت عرفت الجنجل التاني فين هيبدأ يتحرك زيك بالظبط في الجيم. فدي حاجة تركز فيها برضو، وهتسهل عليك ان انت تفكر فين الجنجل، وانت هتبقى معاه في نفس الخطوة. تجنج مين بقى في الجيم بالظبط، وتركز على مين ومين اللي تتجاهله. دي اهم نقطة في الجيم. انا دلوقتي لو لقيت مثلا معايا رئيس 05 ومفشوخ من فيز ومش قادر يعمل حاجة في الجيم، وعمال يطلب جنج، هل هتجنجه؟ تبقى غبي ومتخلف لو عملت له جنج. الا لو واثق 100% ان انت لوحدك هتقدر تجيب الكلاية، لان هو خلاص هو باين عليه ان هو مثلا الجيم بتاعه مش احسن حاجة. هو شخص كويس في كل حاجة، هو بيكسب الجيم، بس هو الجيم ده هو وحش فيه. فانت تتجنبه الجيم ده، ولا تروح له ولا تساعده. حاول تساعد نفسك او تشوف اللين اللي كسبانة وتلعب ناحيتها. اكتر غلطة الناس بتقع فيها ان انت تشوف مين اللي وحش وبيخسر وتروح تجنجه، وتسيب اللي بيكاري تقول ما هو كده كده كسبان. لا، ما انت كده انت كده بتبوظ الجيم. انت كده سبت الكسبان تجاهلته، ممكن يخسر في اي وقت، ورحت الخسران اللي انت ممكن تخسر وتبقى وحش معاه. فانت في النقطة دي اهم نقطة تركز فيها. تخليك ناحية الكسبان دايما. يعني مثلا جينكس كسبانة، تويتش، قصدي تويتش ونايتلوس عاملين بوش وكسبانين. طب انا مش عارف اجنج عشان هم عاملين بوش. تخليك ناحيتهم برضه. يعني مثلا تفارم هنا، تبص على الجنجل فين، تعمل لو حاسس ان الجنجل جاي تعمل كوانتر جنجل، اللي هو تروح تستنى في البوش ان الجنجل يجي تروح انت نطت عليه. فتبقى مفاجأة احسن من ان انت تعمل جنج، اللي هو خلاص هم خدوا الثقة وداخلين، وانت طبعا البوت لين بتاعك كسبان، فهيبقوا اقوى. فلما انت تروح هتبقوا انتوا اقوى منهم. فاهمني؟ فدي نقطة مهمة قوي. طب لو انت مش هتعرف تعمل كده، وممكن تضايفوهم لو في فرصة ان انتوا تضايفوا واحد يموت قصاد الاتنين، اللي هو انت او السبورت، او حتى لو الاي دي سي، بس تلعبوها بطريقة صح، ده عادي جدا. ده هيكون افضل للاي دي سي بتاعك، لان هو اللي هيتقدم، فاهم؟ بس نفس الكلام لو التوب، يعني لو التوب اللي كسبان، هلعب على التوب، واحاول اركز على ان هو اللي يعني هو يتفايد اكتر، لان انا وهو اللي هنكاري، انا هساعده وهو هيكاري، ويبدأ ينزل معاك. نفس الكلام الميد، تركز مع الكسبان واللي جيمه حلو، لكن الوحش والخسران واللي متهان تبعد عنه. عشان في الغالب يا اما هيتجاب عليكوا دبل، يا اما انت هتجيب كلاه وهو هيموت وهيتبدن اكتر. يبقى الانمي اللي هو اللي متفايد هو اللي استفاد برضه بالكلاه اللي خدها عليه، مش انت اللي هتستفاد. فده اهم نقطة. الاوبجكتيفز تلعب على اللين الكسبانة برضه. يعني انا مثلا الدريك بينزل في الدقيقة الخامسة، لو انا البداية بتاعتي كويسة، وشايف البوت لين بتاعي متقدم والميد لين ممكن يتحرك معايا، ببدأ ابنج، بتشوف تحركاتهم. يعني مثلا فيس بيلعب هنا ورايز متقدم، فانت كده الافضليه لرايز هو اللي يجي لك. فيس مش هيقدر يتحرك في المكان ده انه يجي لك على الدريك، فانت خلاص انت تقدر تاخد الدريك عادي. والبوت لين كمان ممكن ينزلوا لك. وتركز يعني ما تبدأش دريك مع لينين زي دول خسرانين، او مثلا هم معمول عليهم بوش، او هم عاملين ريكول، فانت بدأت دريك، لان انت في الحالة دي كده انت بتبوظ الجيم. تمام. لو التوب اللي معاك هو اللي كسبان ومتقدم، وانت عارف الجنجل فين برضه، هتبدأ تلعب على الفويدز الأول. الفويدز تنزل في الدقيقة التامنة، بس أول حاجة تركز على الدريك، لأن هي بتنزل في الدقيقة الخامسة. فأنت ممكن إيه، يعني تجيب ليفل 6 في الدقيقة 6، أو قبل الدقيقة 6، أو بعد الدقيقة 6 بحاجات بسيطة، وتاخد دريك. تمام. بعد كده تبدأ تركز على الفويدز، وانت بتروح على الفويدز تبنج السبورت، يمكن يجيلك السبورتات المفروض بتنزل على الفويدز، وتحاول تحركه. يعني لو السبورت ينزل معاك بيدي افضليه جدا، والاي دي سي يبدا يلعب سيف الدقيقه اللي هو بيجي معاك فيها، وبيديك افضليه انت ممكن تلعب الفايت او تاخد الفويدز وانت مطمن. ولو في فايت من ميد وتوب وهتبقى انتوا معاكوا السبورت، بتبقى ليكوا الافضليه ان انتوا 4 اشخاص.